السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيان؟ يا ربي تكونوا كاملين بخير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. شوفوا معايا هاد البليصه شحال غزاله ومريحه والجو هادي، الله العظيم الا واحد الراحه نفسيه ما نقول لكمش. اللهم لك الحمد. جيت ليها وجبتكم حتى نتوما تشوفوا معايا، نحط لكم واحد الفيديو على الاقل، واحد البليصه زوينه ترتاحوا فيها، شفتوها ترتاحوا. المهم جيت باش نهضر معكم على داك الموضوع اللي كنت قلت لكم الفيديو السابق. قلت لكم راه عندي واحد الازمه دزت بها، واحد اصعب ايام حياتي تقريبا دوزتها في واحد المده ديال 3 ايام، ولكن اللهم لك الحمد جاوزتها دغيا. تجاوزتها بقوه الايمان وبالصبر ودوزت. المهم دازت عليا، ولكن اللهم لك الحمد جاوزتها بالناس الطيبين اللي دايرين بيا. واحد الناس كما كنقولوا هما قلال، ولكن فائدتهم في حياتي كبيره بزاف، عاونوني بزاف باش دزت دغيا هاد المرحله هادي. انا بنتي خدات الباك هاد العام وعيطت لها واحد الجامعه شويه بعيده عليا، هي صعيبه بزاف لا عليا ولا عليها. هي اول مره كتبعد عليا بنتي، اول مره كتمشي شي بلاصه ناس جداد، بلاصه بعيده. اثرت فيا بزاف، وتا هي هاد البعد اثر فيها بزاف بزاف اكثر مني، لدرجه انها بغات تسمح كاع في هاد زعما في هاد الجامعه هادي، ولو انها كانت زعما حامقه عليها وكانت دارت مجهودها كامل باش تقبلها. وملي تقبلات بقات كتفكر فيا وما بغات ما بغاش تفرقني. زعما واحد القرار صعيب. صبرت راسي بزاف باش نخليها دفعتها تمشي للحلم ديالها اللي كان عندها واحد الحلم انها تمشي لديك الجامعه. اللهم لك الحمد قبلوها، ما بغاش نضيع لها ديك الفرصه اللي جاتها، ولكن هي في الاخر صافي انهارت وما بغاش كاع تمشي. احساس صعيب وموقف صعيب تحطيت فيه، ولكن المهم صبرت وبركت على نفسي. ولو انني ما بغاش نفرق بنتي، ولكن كما كنقولوا خصهم يشوفوا مستقبلهم، خصهم يتحملوا مسؤوليتهم، خصهم سنة الحياة هذه اللي ما فرقتني اليوم تفرقني غدا. ولله مشات وكتعيط وتتقول لي ماما، زعما جاتها صعيبه بزاف، هي اكثر مني. انا قاومت وصبرت وكنت عارفين واحد كبير وتجارب وداك الشيء كيكون عندهم شويه القوه النفسيه. كنكونوا مؤمنين بالله اكثر، وكنكونوا قرب من الله اكثر، وكنكون عندنا واحد كما كيقول داك التجارب الحياه كتخليك يكون عندك واحد الصمود اكثر تجاه هاد المواقف بحال هذه. ولما كيكونوا باقيين صغار مساكن تيكونوا فخاجيل وتيكونوا، خصوصا بنتي انا متشبته بيا بزاف ومتعلقه بيا وما كتفرقنيش، وحياتها كلها معايا عمرها ما فرقاتني، مسكينه ما جاتها صعيبه. ولكن الحمد لله بقيت كنصبرها، والحمد لله اللهم لك الحمد. المهم راه شويه بشويه. وانا فاش جيت للدار، فاش وصلتها ودوزت هذا وجيت، داك الاحساس اللي كانت تقول لي ماما انا مخنوقه، انا ماما كنحس براسي بوحدي، انا ماما هذا الخوف هذا وهذا، خصوصا في الليل. عرفتي باش نقول لكم داك الشيء كله، الاحساس ديالها حسيت بيه انا في ديك اللحظه فاش جيت بقيت الدار بلا بنتي وهذا. ايوا اللي عنده شي وليدات عزاز، والوليدات كلهم كيكونوا عزاز في الصراحه كما بغاو يكونوا. لا حتى ما كان حتى واحد ما كيبغي يفرق وليداته، راه غادي يحس بيا ويعرف الظروف فاش مريت، ويعرف كيفاش الفرق صعيب. ولكن اللهم لك الحمد قدرت نتجاوز هذه المرحله. كما قلت لكم ناس طيبين دايرين بيا، ساندوني، كانوا كيعيطوا لي، كيهضروا معايا، كيواسيوني لحظه بلحظه، ما خلاونيش نحس كاع بالوحده. اللهم لك الحمد. وخصوصا الانسان اللي كيكون عارف بينه وبين الله. كنصلي الفجر ديالي في داك الوقت هذه، كتكون واحد الطاقه زوينه. كنحاول نبقى نذكر بالله واحد المده طويله، كندير استغفار، كندير التامل. اللهم لك الحمد قدرت نتجاوزها في واحد المده قليله، 3 ايام. اللهم لك الحمد نقصتها كما كيقولوا. هي الفرق عمره ما زعما كيبقى هذا، ولكن ديك اللحظه الاولى اللي صعيبه. ما عمركم تخليو الشيطان يطول معكم في شي دائره الحزن. كما بغات تكون دائره الحزن، مرض، فقدان شي حد بالموت، ولا فقدان شي حد هكا غيبعد عليك، ولا انسان اللي يتعلق بالله. عمر انسان ما يتعلق بالاماكن ولا بالاشخاص. هذه الانسان يديرها في باله ان الحياه هي هذه. ضروري غتفرقي مع شي حد، ضروري غتوقع لك شي موقف في حياتك، غادي تبعدي على الناس اللي كتبغي، غادي يوقع لك شي هذا. انسان خصو يكون عنده واحد الثقه بالله كبيره، ويكون عنده واحد التشبت بالله، وصافي ربي حبيبه كيبرد عليه. التشبت بالله تعالى والقرب منه والذكر، وبزاف الحوايج زوينه كتخليك تشوفي الايجابيات د الحاجه وما كتشوف السلبيات، وكتبقى ترجع الله صافي كتبرد النفس ديالك. والله سبحانه وتعالى اللي كيعاون دائما. نقول اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وكنقولوا اللهم يا ربي علقنا بك
وبرد علينا اي موقف صعيب طحنا فيه في حياتنا. وبالله تعالى وبالناس طيبين وبقوة الإيمان ودار كنتجاوزوا هاد المراحل هي كتكون صعيبة بزاف، ولكن الله سبحانه وتعالى كيسر كل حاجة صعيبة. الله يغلبنا على الألم وعلى الحزن وعلى الضيق وعلى أي حاجة خايبة في الدنيا يا ربي آمين. وشكرا بزاف على المتابعة.